السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم من جديد في مطبخكم، مطبخ دودي وماسة. وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا كويسين، ويا رب تكونوا دايما في أحسن صحة وأحسن حال. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة حواوشي العجين بطريقة ولا أسهل من كده. وخلطة الحواوشي حاجة تحفة وهتعجبك وهتعجب كل اللي هيجربوها من ايديك، وهتودعي بقى الشراء من بره ومش هتشتري من بره حواوشي تاني ابدا. شايفين هي محشية ازاي، مليانة ما شاء الله لحمة مفرومة وطعمها رهيب. هي بس سخنة فمش عارفة امسكها لكم كويس. تقدري تضيفي عليها سمسم، تقدري تضيفي حبة البركة، تقدري تحطي اللي انت عايزة تحطيه على الوش ده. اختياري، بس انا متأكدة انه ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على النبي ونشوف هنبدأ نعملها ازاي. اول خطوة هنعملها مع بعض، بولة الواسعة بتاعتك اللي هتعجني فيها هتنزلي بكوب كامل من اللبن الدافي. لبن يكون دافي مش بارد، وعليه معلقتين اتنين صغيرين من السكر، وادي تاني معلقة. وهتنزلي عليهم بكيس من الخميرة الفورية، كيس كامل من الخميرة الفورية. وتقلبيهم كلهم مع بعض لحد ما السكر والخميرة يدوبوا في اللبن. تقلبي كويس. وبعد كده تغطيها وتسيبيها تقريبا من ربع لتلت ساعة لحد ما الخميرة تتفاعل مع اللبن. عدى ربع ساعة تقريبا، تعالوا نبص على الخليط بتاعنا شكله عامل ازاي. هي كده اتفاعلت معانا، شايفين الشكل اللي هي عامل ازاي. يا رب تكون واضحة، هقرب لكم البولة شوية. شايفين اتفاعلت ازاي مع اللبن، كونت الطبقة اللي فوق. ضيف باقي المكونات، هنزل بكوبايتين اتنين من الزبادي على الخليط زي ما انتوا شايفين. ادي اول كوباية، وادي الكوباية التانية هنزل بيها دلوقتي. ورشة ملح طبعا، رشة صغيرة خالص من الملح. وبعد كده هنزل بحوالي 3 معالق من زيت الزيتون. حبة حلوين كده، ما تبقيش بخيلة، لان زيت الزيتون مهم جدا جدا في نجاح الوصفة بتاعتنا النهاردة. بيخلي العجينة طرية ولينة وهتتفرد معاكي كويس. هبتدي بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تدوب تماما في بعض، يبقى القوام كله قوام واحد، ما تظهرش اي تكتلات للزبادي في قلب الخليط اللي انا كنت عاملاه. هو هيدوب بمنتهى السهولة كده. خلطتهم مع بعض زي ما انتوا شايفين، ومش قادره اقول لكم بقى، هنا الريحه بتاعته ابتدت تبان، ريحه رهيبه. هبتدي انزل بقى بالدقيق تدريجي. ادي اول كوبايه من الدقيق، وادي الكوبايه التانية. 3 اكواب، 4، ودي الكوبايه الخامسه. يبقى انا استخدمت كله على بعضه 5 اكواب من الدقيق. هبتدي اقلب بالاسباتيولا الاول الدقيق مع المكونات السايله لحد ما الدقيق يتشرب المكونات السايله كلها بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. والم الدقيق من الجوانب. وانا بشتغل هلاقيها اصلا هي طريه قوي في ايديا. شايفين كده الدقيق اتشرب كويس جدا من السوائل المحيطه، السوائل اللي موجوده في قلب البوله بتاعتي. هبتدي عند الخطوه دي اعجن بايدي بقى. هيبقى العجن سهل جدا زي ما انتوا شايفين، وهعجن لمده ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما العجينه تطرى معايا قوي. انا ما استخدمتش دقيق تاني، الدقيق اللي انا حطيته كان كافي قوي بالنسبه للسوائل اللي انا حطيتها. كده خلصت العجن زي ما انتوا شايفين، عجينه متماسكه بس طريه مش بتلزق. ودي ده القوام اللي انا عايزاه. هاجي بقى في نفس البوله، مش هنقعد نوسخ كل شويه ونغسل مواعين. رشه زيت بسيطه، وهبتدي ادهنها بالفرشه، وادهن الوش برضو بزيت عشان لما تخمر قوي ما تلزقش في الحاجه اللي انا هغطي بيها البوله بتاعتي.
وابتدي اغطي بالشرينك بكيس مشمع باي حاجه زي ما انتم شايفين. وبعدين اغطيها بفوطه تقيله واسيبها في مكان لمده ما تقلش عن ساعه الا ربع علشان تخمر كويس قوي معايا. طيب على ما تخمر بقى تعالوا نجهز خلطه الحواوشي. خلطه الحواوشي احتجت له 2 فلفل رومي، 2 طماطم، بصلتين 2 متقطعين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنعمل بيهم ايه؟ هنضربهم كلهم في الكبه مع بعض وهنيجي. معانا بقى اللحمه المفرومه هنا قدامكم، ده نص كيلو من اللحمه المفروم. نسبه الدهون فيه بتبقى عاليه شويه علشان الحواوشي بيحب الدهون بتبقى عاليه شويه. هنا فرمت الخلطه بتاعتي الفلفل مع الطماطم مع البصل في الكبه، وهبتدي انزل بيها على اللحمه المفروم من غير ما اصفيها، لان انا محتاجه السوائل بتاعتها هي اللي هتسوي اللحمه جوه العجين. وهبتدي انزل بالتوابل بتاعتي. فلفل اسود، التوابل اختياريه بس الحواوشي بيحب الحاجه متحبشه شويه. بعد كده هنزل بخلطة الحواوشي من ماجي، رهيبة مش قادرة اقول لكم، بتاخد معانا طعم الحواوشي في سكة تانية خالص. يبقى انا كل اللي حطيته كيس من خلطة الحواوشي وفلفل اسود. طبعا هزود ملح علشان الخلطة متبقاش مملحة قوي، او حسب الرغبة، بس انا بحب ازود الملح بس ومش هضيف اي حاجة تاني. هبتدي اقلب الخلطة مع بعضه، البصل مع اللحمة المفرومة مع خلطة الحواوشي والفلفل الاسود، واقلب كويس قوي لحد ما يمتزجوا كلهم مع بعض. ده بيبقى شكلها، انا سبت المعلقه وقلبت بايدي شويه علشان اتاكد ان الخليط كله امتزج مع بعضه. ده بيبقى شكلها بعد ما خلاص الخليط كله امتزج ببعضه. بتبقى لينه بس متماسكه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ومش قادره اقول لكم بقى الريحه بتاعتها رهيبه رهيبه رهيبه. ولا بقى نجيب من بره ولا حد يحط لنا فول صويا على اللحمه المفرومه، ولا احنا نبقى شايفينها معموله ازاي. حاجه مفيش اسهل من كده. طب تعالوا بقى كده نبص على العجين بتاعنا. كده عدى حوالي ساعه الا ربع، تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. هو كده اتخمر معانا واترفع شويه. طبعا هي البوله واسعه شويه، شايفين شكله عامل ازاي. هبتدي اخد العجين بتاعي زي ما انتم شايفين كده. مش قادره اقول لكم العجينه طريه ازاي وريحتها حلوه ازاي. وهبتدي الفها كده رول بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها، وافردها بايدي علشان تطول. وبعدين هبتدي اقطعها قطع كبيره نسبيا، ما تبقاش قطع صغيره، القطع نسبيه تبقى كبيره، كبيره بشكل نسبي عفوا. يا رب يكون الفيديو موضح قدامكم انا بعمل ايه. زي ما انتم شايفين انا قطعتها القطع تقريبا متساويه، بس القطع حجمها كبير نسبيا مش صغيره. هبتدي اجيب صينيه، وطبعا هي العجينه فيها زيت وماسكه نفسها فمش هتلزق، فما رشتش حاجه على الصينيه. وهبتدي اخد كل قطعه اعملها كوره كده، ادخل ايدي جوه علشان تبقوا شايفين انا بعملها ازاي. شايفين شكلها. واخد قطعه تانية برضو اعملها كوره بنفس الطريقه. الكوره ماليه ايدي زي ما انتم شايفين، مش كوره صغيره. طبعا لو حابه ان انتي تعملي رغيف الحواوشي اصغر شويه، بتصغري كوره بتاعه العجين بتاعتك. وابتدي اكمل بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. عملت معايا حوالي 8 كور كبار واخر واحده صغيره، حوالي 9 ترغيفه. شوفي بقى دول لو جبتيهم من بره اصلا هجيبيهم بكام. هغطيهم بكيس واسيبهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه، واغطيهم بفوطه كده ربع ساعه كده، وبعدين ارجع اشتغل. ولما اشتغل من اول واحده لاخر واحده عملتها. رجعنا تاني، هي اصلا حجمها كمان اتضاعف شويه لما سبتها ترتاح. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ادي اول واحده حطيناها، هجيبها واحطها على الرخامه بتاعتي، واجهز الحواوشي بتاعي اللي هحشيه، وابتدي اسمي الله، وافرد الاطراف من جوه لبره، بس اخلي الجزء اللي موجود جوه يكون سميك ما يبقاش رفيع. زي ما انتم شايفين تركيزي كله على الاطراف مش على الجزء الداخلي. مليناها بسمك يكون الى حد ما سميك. اخد بقى كوره كده حلوه محترمه من اللحمه المفرومه من الحواوشي بتاعي، عشان احنا بنحب السندوتش كده بيكون مليان.
بالمنظر ده واحطه في النص، وبعدين هلم عليه العجينة بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. شايفين؟ هبتدي بقى بعد ما حطيته ابطط بالراحة خالص كده لحد ما اللحمة والعجين يتفردوا مع بعض، لحد ما بقى العيش عندي بالشكل ده. هبتدي اخده واحطه في الصاج بتاعي اللي انا هسويه فيه. كده عملت السندوتشات بتاعتي، رصيتهم في صاجين تقريبا، وده بيكون الشكل النهائي بتاعهم. هغطيه واسيبه شويه 10 دقايق قبل ما احط مدهن الوش وادخله الفرن علشان العجينه ترتاح وتترفع معايا شويه كمان. طيب دلوقتي جبت بالظبط معايا 3 معالق لبن، مش هحتاج اكتر من كده عشان ما احضرش. هنزل عليهم برشه بسيطه من النسكافيه، 3 معالق لبن عليهم رشه نسكافيه بسيطه خالص، واقلبهم في بعض لحد ما ياخدوا لون والنسكافيه يدوب في اللبن. لبن بارد بدرجه حراره الغرفه عادي مش سخن، واتاكد ان النسكافيه داف في اللبن. كده هرجع للصاج بتاعي، العجينه اتظبطت معايا واترفعت شويه، وهجيب اللبن بالنسكافيه وبالفرشه كده هبتدي ادهن الوش. ده بيدي الوش عندي لون رهيب، وفي نفس الوقت بيطلع معاكي طري مش ناشف. اللبن بيدي الوش طراوه جميله كده، والنسكافيه بيديله لون رهيب وانتي مطلعاه من الفرن بعد السوا. وفي الخطوه دي تكوني مسخنه الفرن، ما ندخلش ابدا عجين على فرن بارد، لازم يكون الفرن سخن. وهبتدي بقى ادلع الوش بشويه سمسم، عندك حبه البركه ماشي، مش عايزه تحطي حاجه خالص ماشي. وفي ناس كمان بتقطع طماطم وفلفل زي ما انتوا عايزين، بس الطماطم والفلفل انا مش بفضلها بصراحه. انا دايما بحب استخدم سمسم او حبه البركه على الوش. وهاخد الصاج زي ما هو زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده، ادخله الفرن بالظبط تلت ساعه من تحت و3 دقايق من فوق. وكده طلع معانا الحواوشي الرهيب بتاعنا قدامكم ده. ريحته بقى وهمية، حاجة رهيبة، حاجة واثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم جدا وهتدعولي وانتوا بتعملوها. كانوا بيخطفوها من بعض. تعالوا هفتح لكم رغيف من جوه وهشوف هو شكله ازاي. شايفين؟ ما شاء الله مليان حشو. هو بس سخن شوية فأنا لسه مش عارفة أملكه في المسكة. وشايفين من ظهره مستوي ازاي والعجينة طرية ازاي. يا رب تكون عجبتكم. وكده ابقى خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. كده قسمت العيش اللي عندي على صينيتين، وده الشكل النهائي بتاعه، قسمته من النص كده. قدمي بقى مع مخلل، قدمي سلطه طحينه، سلطات، كاتشب، مايونيز، زي ما بتحبوا. كلوه بالهنا والشفا، كلوه. متاكده انها هتعجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منها. ولو عجبكم فعلا ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناه بتاعتي. كانت معاكم من جديد غدا سمير من قناه مطبخ دودي وميسا. ومن هنا لحد الفيديو الجاي اسيبكم في رعايه ربنا وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.